بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي وإخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معنا هنا ازيكم عاملين ايه الأول؟ كل عام وانتم بخير. معانا جنزبيل، توم بودر، بصل بودر، شوية فلفل أسمر صغيرين، شوية توابل مشكلة وشوية ملح، معلقة صغيرة، شوية ملح صغيرين، عشان احنا الوصفة دي هنحط فيها تاني ملح، يعني حاجة على قد التتبيلة بس كده عشان ما نحدقهاش. خلاص يا بنات، وصفة جميلة قوي، اعملوها. سهلة قوي قوي، سريعة قوي، وصدر دجاجة يعمل لكم طاجن جميل زي الطاجن اللي انا هعمله ده. وكلوا حليب، يعني كلوا حليب وصدر دجاجة، وهتعملوا وصفة جميلة جدا. دول شوية صويا صوص برضو مش هنكتر عشان ما يغمق لناش الرز يعني. ماشي يا بنات، هيدوله بس طعم كده ويعزز الطعم كده وخلي الدجاج. وطبعا انا عصر عليه ليمون بعد ما غسلته وصفته الدجاج، يعني غسلته بليمون ودقيق وصفته كويس قوي من الميه وعصرت عليه ليمون. ماشي يا بنات. هنا معلقه سمنه بلدي، طبعا هي الوصفة كلها هي نحط معلقة السمنة دي، وعلى الرز هنحط معلقة قشطة ومعلقة زبدة. الزبدة طبعا ما بتبقاش زي السمنة، بتبقى خفيفة شوية. هي وصفة جميلة، اعملوها بس جربوها وهتعجبكم قوي قوي بصراحة. طاجن جميل كده وجميل قوي، طعمه جميل وريحته حلوة قوي، طالع بسم الله ما شاء الله جميل. انا زعلانه قوي من عدم المشاهدات يا جماعه، واللايكات قليله قوي عندي. يعني مش عارفه ايه السبب، يعني ولا مانيش عارفه المحتوى مش كويس، ولا ما عدتش انزل فيديوهات، ولا ايه بالظبط. بجد بقول لكم بجد، كل اللي بيحبني وبتابعني وبيحبني في الله يديني بقى ايه، يديني نصيحة كده، يعني ما عدتش انزل ولا ايه، لانني يعني زي اللي بنفخ في قربة مخرومة، ولا بقولها يعني ايه. مفيش يعني، سبحان الله مانيش عارفة في ايه بالظبط. القناة بتاعتي متابعتها المشاهدات قليلة قوي، حتى لو بدخل لي نص اللي عندي كانت هتبقى حلوة أوي الحمد لله. لو بدخل حتى على الفيديو 2000 مشترك، بلاش، مش هقول نصهم 3000، لا، لو 2000 حتى على الفيديو هيمشي الحال. اعملوها بقى يا جماعة، شوفوا انا عملت ايه. لو عايزين تعملوا صينية كبيرة اعملوا، عايزين تعملوا بقى طاجن دي اكله بتاع 5 افراد، يعني الطاجن ده اكله 5 افراد. هنا هنحط بقى معلقة قشطة، عايزين تزودوا القشطة ما تحطوش زبدة، عايزين ما تحطوش قشطة وتحطوا زبدة زيادة برضو معلقتين، نعملوا اللي انتوا عايزينه. هنا انا حطيت معلقة ومعلقة، معلقة زبدة بلدي ومعلقة قشطة. هنحط بقى الحليب يبقى سخن برضو، والفرن بتاعنا يبقى سخن يا بنات. الطاجن جميل قوي وريحته وطعمه كان في منتهى الجمال. اعملوا جنبه بقى سلطة خضراء او اي حاجة تحبوها. انا عملت سلطة برضو مكونة من بصل وبنجر وكرنب احمر وجزر وفلفل، ما حطتش فيها طماطم. اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، السلطة الخضراء اللي انتوا عايزينها جنبه تبقى جميلة جدا. ينفع تعملوه بقى دي ملح قليل عشان انا متبلة الدجاج، والوصفة بتاعتنا ما انا هحطه طبعا كده، مش هغطيه ولا حاجة. واول ما ينشف زي ما انتم شايفين كده يا بنات هغطيه، وبعد ما اغطيه ما ينشف ما عادش يغلي اغطيه، وبعد ما اغطيه هيسيبه 10 دقايق مش اكتر من كده، يكون استوى ان شاء الله ويطلع بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه دي. هنا على ما هو استوى كنت انا عملت السلطة الجميلة دي. هنحط بقى عليها ليمون وزيت زيتون وشوية توابل مشكلة. ان شاء الله الوصفة دي هعملها لكم برضو بس بحاجة تانية. انا عملتها كتير قوي قوي بس ما عملتهاش على القناة. الحاجة اللي انا هعملها بيها، هعملكم الطاجن دي بحاجة تانية.
حلوة قوي برضو، بتبقى احلى كمان من الوصفة دي. الوصفة دي جميلة قوي فوق ما تتخيلوا، جربوها. واللي اعملها لكم تاني هتبقى احلى كمان، لان انا عملتها كتير قوي، من يجي اكتر من 10 سنين كنت وانا بعملها، بس انا بصراحة ما نزلتهاش على القناة. هعملها لكم ان شاء الله برضو، انا هجيبكم الوصفة دي، والفيديو بقى كده خد مشاهدة وحلو. هعمل لكم التانية ان شاء الله، هعمل لكم برضو الطاجن ده بس بحاجة تانية ان شاء الله لما اجي اعملها تتفاجئوا بها تشوفوها، بس هي بتبقى جميلة جدا برضو، يعني بتبقى طعمها وريحتها وجمالها فوق الخيال، بتبقى حلوة حلوة. آه، ده الطاجن ده جميل أول ما تعملوه مع وصفة تانية كده، فيكون عندكم عزومة، هيبقى وجبة كاملة. يعني هو كده احنا دلوقتي وجبة كاملة، شوية سلطة وشوية الرز بالدجاج ده. الرز طبعا في كل حاجة برضو، قيمة غذائية حلو وجميل جدا، اعملوه وألف هنا وشفا يا رب. بس ما تنسوش اللايكات وتشيروا لنا الفيديوهات يا جماعة، ويبقى جزاكم الله خير. وبحبكم قوي والله، لولا انني بحبكم قوي وبس مجرد ما بجيلي كده تعليق انا ببقى مبسوطة وسعيدة، عشان كده انا عايزة افضل معاكم. بس هو لو انا فضلت كده طبعا مش هفضل، ما عدتش هنزل بصراحة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الوصفة جميلة يا جماعة، جربوها وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب ينجح الطلبة الثانوية العامة، يا رب يوفقهم كده وما يخسر حد أبدا يا رب، ويوفقهم ويحسن ما بين ايدهم يا رب، وتم كده امتحانهم بخير، وما يحصلش أي حاجة إلا كل خير. وبحبكم في الله، والسلام عليكم.